السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم جيت نشارككم واحد البسطيلة خطيرة مالحة ديال الدجاج بمذاق الحوت. الا كنتي كتاكلي فيها، الا ما قلتش لك راه فيها الدجاج ما تعرفيهاش راه فيها الدجاج، راه بحال كتاكلي في الحوت وهي ما فيهاش حتى فرتيته ديال الحوت. عندي هنا كوموند ديال واحد جوج بسطيلات، جيت نشارك معكم بطريقه مبسطه ساهله ماهله، وكتكون مطلوبه هاد البسطيلات ديال الدجاج وكتجي لذيذه وزوينه وما تشبعوش منها. على بركه الله، اول حاجه غنبداو بالصلاه والسلام على الحبيب مصطفى. وهنا بسم الله على بركه الله غادي نعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. انا عندي هنايا المقادير ديال جوج بسطيلات كبار، غادي نعطيكم مقادير ديال بسطيله وحده. ديال البسطيله وحده اللي كيكون القطر ديال الصينيه اللي غنديروها فيها 45 سنتيم. المهم من 42 حتى ل 45 سنتيم، انايا عندي 45 سنتيم. غادي نعطيكم المقادير ديال البسطيله وحده، وغادي نخلي لكم المقادير مضبوطه ديال وحده في صندوق الوصف. هنايا غادي نحتاجوا واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال السكينجبير، ومعلقه ونص ديال الفلفل الاحمر الحلو اولا البابريكا. هنا بالنسبه للدجاج، انايا هنايا عندي جوج دجاجات. هنا بالنسبه للبسطيله وحده من جوج حتى لثلاثه. الا كانوا جوج غادي ديروا كل وحده تكون فيها جوج ونص، يعني المجموع 5 كيلو باش كتجي عامره وكتجي زوينه. هنا عندي معلقه كبيره مملوءه ديال الخرقوم اولا الكركم. هنا الكمون هو اللي بالزيت، 3 المعالق كبار ديال الكمون. ما تخافوش من الكمون، غير ديروا 3 المعالق كبار ديال الكمون. هنا عندي راس ديال الثومه اللي محكوكه، اولا تقدروا تاخذوا الثومه وتطحنوها. المهم مهروسه، راس ديال الثومه مهروسه. هنا عندي معلقه كبيره ونص ديال التوابل ديال السمك اولا التوابل ديال البسطيله، راه كتباع عند العطار، كتباع التقسيط وكتباع القرعه. هنا عندي نص معلقه ديال الابزار. هنا الابزار اللي ما تكتروش، غير نص معلقه ديال الابزار. كيف ما قلت لكم انا هنا غنعطيكم مقادير ديال بسطيله وحده. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال لاموطارد. تبعوا معايا غير المقادير والطريقه ديال التحضير من الاول حتى الاخر، وراها ساهله، ولو تكوني مبتدئه راه غادي تصاوبيها اولا تنجميها. هنايا عندي واحد المعلقه كبيره مملوءه ديال الهريسه اولا الحار. هنا الحار على حسب الذوق، ولكن هي قد ما كانت حاره قد ما كتجي زوينه ولذيذه. هنا عندي واحد 3 حامضات مرقدين، خديت هنا غير القلب ديالهم والقشره ديالهم خليتها احتفظت بها، حتى غادي نقطعها طريفات صغار وغادي نديرها مع الشعريه الصينيه والشامبينيو اولا الفطر. هنا عندي معلقه صغيره ديال ثوم بودره. الا ما عندكمش ثوم بودره تقدروا تستغناو عليه وتكتفيو غير بالثومه محكوكه. هنا عندي نص كاس ديال صلصه الصوجا. هنا واحد النصيحه، ما ديروش الملح نهائيا، ما ديروش كاع الملح، لان هنا بزاف ديال المكونات مالحه، يعني هي كتجي في المذاق هو هذاك. هنا غتستغناو على الملح، ما غديروش الملح نهائيا. هنا عندي ضامه ديال السمك، لما بغيتوهاش تقدروا تستغناو عليها. كيقولوا ليها البسطيله الكذابه، حيت هي راه بالدجاج ولكن كتجي بالمذاق ديال الحوت، كتجي بحال كتاكلي في الحوت، حتى داك الصدر ما كيبقاش يبان، كيولي فتي وكيولي بحال كتاكلي في الحوت الابيض. صافي هنا غادي نخلط غير بيديا، غنخلط مزيان هاد الشرموله مزيان. وغادي هنايا الدجاج انا هنا غادي نخليه، غنشرملو، غنخليه يبات ليله كامله حتى الغد لي عاد غادي نطيبو. قد ما خليتو الدجاج في هذيك الشرموله قد ما كيجي لذيذ وبنين. هنا زدت غير واحد الربع ديال الكاس ديال الماء. هاد البسطيله، هاد الدجاج ما غيطيبش كاع في الماء نهائيا، غيطيب غير في هذيك البصله غتطلق الماء، هو فاش غادي يطيب.
صافي هنا غادي ناخذ الدجاج كيف ما قلت لكم. من قبل غادي نقص هنا واحد شويه، اولا هنا عندي في 2 بسطيلات نقصت زلافه، حيت هاد الشرموله هذه هي اللي غادي نشرمل بها الشامبينيو وال والشعريه الصينيه وهذوك الشيء المكونات اللي مازال غتبقى عندي. هنا غادي ناخذ الدجاج وغادي نفلحو. من الاحسن تقطعوه باش كيجي مشرب. غادي نشرملو مزيان كيف ما قلت لكم، وغادي نغطيه بورق السلوفان وغادي نحتفظ به بالثلاجه حتى الغد ليه، او على الاقل واحد كتحتفظوا به او ترقدوه واحد ساعتين. هنا الا بغيتو تضيفوا واحد نص كاس ديال العصير الحامض او 4 كاس في في بسطيله وحده ضيفوه، ما بغيتوش راه غير هذاك القلب ديال الحامض كافي. صافي هنا غادي نشرمل مزيان هاد الدجاج. وهنايا نسيت ما قلتش لكم بانني ضفت واحد المعلقه كبيره ديال البودره ديال القيمرون. راه حتى هي كتباع عند العطار، ما متوفراش ما ديروهاش، ولكن من الاحسن تكون. هنا الغد لي خديت هذيك الطنجره خويتها من الدجاج وقطعت البصله هكا على شكل طولي. هاد البصله تقدروا ديروها بحال هكا وتقدروا تحكوها اولا تقدروا تقطعوها مربعات، ولكن راه كتذوب ما كتبقاش، كتولي مدغمره. حيت الدجاج درته من الفوق والبصله درتها من التحت وستفت هنايا الطريفات ديال الدجاج. هنا حاولوا ديروا الصدر هو التحتاني والفخوضه والطريفات الاخرين ديال الدجاج من الفوق. صافي هنا ما غادي ندير لا مالات حتى شي حاجه، غادي يطيب غير في هذيك البصله، غادي تطلق الماء ديالها، غادي نخليه يطيب على نار مهيله. وهذيك هذيك المياه اللي غادي تطلق في هذيك البصله، هنايا تقدروا طيبوا الدجاج بوحدو عاد ديروا البصله، ولكن انا بغيتو يجي منكه بالبصله. هذاك الشيء علاش غادي نطيبوا مع البصله. وهنا ملي غادي يبدا يطيب وغتبدا هذيك البصله طيح وتطلق المياه ديالها، راه هو غادي يهبط لتحت وغادي تشرب بهذاك المريقه ديال البصله وديال العطريه كامله. صافي هنايا غادي نمسح هذيك الصينيه اللي كان مرقد فيها الدجاج، وغادي نضيف هنايا واحد تقريبا غادي في وحده ديروا قبطه ديال القزبر ومعدنوس، قبطه وحده. وغادي نضيف هنايا دابا عاد غادي نضيف الزيت. هنا غادي نضيف واحد الكاس وربع ديال الزيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. هنا كاس ونص، تقدروا ديروا نص كاس ديال زيت الزيتون وكاس ديال زيت النباتيه، اولا تخلطوا نص كاس ونص مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. صافي هنا ما غادي نقليه ما والو، غادي نردو يطيب على نار كيف ما قلت لكم مهيله. وهذيك ما غندير لا ما لا والو، هذيك البصله هي غادي تطلق الماء. انا تعمدت نطيب البصله والدجاج في خطره واحده باش من بعد من غيطيب الدجاج غادي نحيدو، غادي نخلي ديك البصله باش طيح مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا راه البصله كتطلق الماء، وكناخذوا واحد سباتول ديال العود وكنبداو ندخلوا من التحت نهزوا البصله وباش تخرج لنا هذيك المرق وكتجي كتلذذ بالمرق. شتو هنايا راه ديك البصله طلقت الماء ديالها، والدجاج هنايا راه طاب مزيان، طاب على خاطرو. غادي نحاول نصفي الدجاج من هذيك المريقه ومن البصيله باش ندوز نفرتو نقطعو اولا نفرتو ونحيد منه هذيك الجلده والعظومه، ونخلي هذيك البصله حتى نخليها طيب حتى كطيح وما كتبقاش تبان، كتبقى تبان غير هذيك الزويته. صافي هنا غادي نصفي الدجاج كامل وغادي نزيد على الا كنت انا هنايا ديك المعلقه ديال القيمرون ديال البودره ديال القيمرون ما كنتش ضفتها في الاول، غادي ضفتها دابا هنا في هاد لاصوص. هنا غادي نغطي الطنجره غير النص، ما نغطيوهاش ونخليوها كتقلى، ونبقاو كنحركوا بالسباتول ديال العود من التحت للفوق، ما تخليوهاش تحرق ليكم. بقاو بحال هكا تخلطوا منها كتذوب هذيك البصله وكتشرب لينا حتى كتوقف في الزويته ديالها. عرفتي راه ما نعاودش لكم واحد الريحه اللي طالعه، راه ما نعاودش لكم واحد الريحه طالعه زوينه وبنينه. هاد لاصوص انا كنذوقها مره بنينه، وكنعاود ناكد ما تضيفوش الملحه نهائيا. شوفوا هنا كيفاش كتعسل هذيك الملوحه ديك الملوحه مع ديك الحلاوه ديال البصله، راه كتجي واعره. شوف غادي تجربوها وغادي تعجبكم، راه كتجي خطيره البسطيله، كتجي
فنه. صافي هنايا من بعد ما طاحت ليا ديك البصله وتقريبا قربات توقف في هذيك الزويته ديالها، غادي نضيف ليها هذوك الطريفات ديال الدجاج اللي قطعتهم باش حتى هما يتلددوا بهذيك الدغميره. غادي نبقى كنخلط وكنحرك بحال هكا حتى غادي تبقى تبان لي غير الزيت، حتى كتوقف هذيك المرقه كتوقف. حنا ما خصش هاد الشرموله هذه او هاد العماره تكون فيها المرق، حيت البسطيله باش ما تقطعش لينا الورقه. كنبقى نخلط بحال هكا حتى كتشرب ليا. هنايا من بعد خديت هذيك الطنجره خويتها باش نصفي الدجاج وتنزل ليا ديك الزيت من التحت، وهذيك الزويته هي اللي غادي نورق بها البصله، عفوا الورقه ديال البسطيله ملي غادي نكون نديرها في المونتاج. هنا في نفس الطنجره كتكون في هذيك المريقه الجديده في نفسها غادي نشرمل، غادي نضيف هذيك الشرموله اللي حيدت في الاول قبل ما نشرمل الدجاج، وغادي غادي نزيد عليها زيت الزيتون وتزيدوا على عفوا حتى هذاك من هذاك الزيت اللي غيتقطر لكم من الدجاج، حيت كيكون طيب فيه هذيك النكهه ديال البصله وديال التوابل كلها طيبه. هنا غادي نشحر شويه هاد الشرموله، وهنايا ضفت معلقه كبيره ديال بودره ديال القيمرون. ضفت معلقه في الاول، اولا غتضيفوا نتوما بالنسبه للبسطيله وحده معلقه صغيره مملوءه في الاول، وهنايا معلقه كبيره مملوءه في هاد الشرموله اللي غادي نشرملو فيها الشعريه الصينيه. هنا ضفت عاوتاني بودره ديال الثومه، وزدت هنايا راه ما تصورش ليا، وزدت واحد شويه ديال صلصه الصوجا. صافي غادي نحاول نطيب شويه هاد الشرموله باش هذيك الثومه حتى هي طيب غير واحد شويه مع داك الزيت العود وهذيك الزويته ديال اللي تسقطرات لينا من الدجاج. انا هنا حيت مازال ما تسقطرش مزيان، من بعد غادي نضيفها ملي غادي نضيف الشعريه الصينيه. وهنا غادي تضيفوا واحد القبطه ديال المعدنوس بوحدو. في هاد الشعريه الصينيه ما تخلطوش القزبر مع المعدنوس، ديروا غير المعدنوس بوحدو. صافي هنا غادي نحاول نقليهم غير شي شويه، ومن بعد غادي نضيف الشعريه الصينيه. كيف ما شفتوا انا عاود زدت زيت الزيتون باش ما تجينيش ناشفه، وضفت هنا زدت الهريسه. هي بالحار كتجي زوينه ولذيذه، المهم كتجي في هذيك اللسعه ديال الحرور، كتجي زوينه بالحار. صافي هنا غادي كيف ما قلت لكم غادي نشرملها غير شويه. سمحوا لي الا طولت عليكم وهضرت بزاف، ولكن غير باش نفسر لكم وباش ان شاء الله اللي جربتوها تنجح معاكم. هنا الشعريه الصينيه راه ما غاديش نشارك معاكم كيفاش سلقتها، كلشي تيعرف كلشي كيعرف يصاوب الشعريه الصينيه. غادي بعد ما غادي ديروها في غير هي ملي تضيفوا ليها الماء سخون، عاودوها بالماء بارد باش ما تعجنش لكم. من بعد صفيتها وقطعتها قطع صغيره، المهم شدوا المقص وقصوها. صافي غادي نضيفها هيايا وغادي نحاول ندخل فيها هذيك الشرموله. المهم نحاولوا نسموا هاد الشعريه الصينيه في هاد هنا بالنسبه للشعريه الصينيه انا عندي هنايا غتحتاجوا في وحده، غتحتاجوا وحده من فئه 200 حتى 250 غرام. من بعد خديت الفطر المعلب اللي حتى هوايا ضفته. هنايا العلبه متوسطه، العلبه اللي تدير تقريبا 12 درهم ولا ما عرفت 13 درهم، المهم العلبه المتوسطه هنا في الوحده كيف ما قلت لكم. صافي هنا غادي نحاول نشحر هاد المكونات كامله وتبنن ليا بهذيك التوابل اللي ضفت. هنايا مازال زدت المعدنوس، هنايا كيف ما قلت لكم قبطه ديال المعدنوس، ما ديروش القزبر. وهنايا بعد ما تقطرات ليا من هذيك الزويته او هذيك الصوص اللي غادي تقطر ليا من هذاك الدجاج، غادي نضيفها حتى هي، غادي نضيف منها واحد الكميه في هاد الشعريه الصينيه باش كتجي لذيذه وكتجي بنينه. هاد الشعريه الصينيه حتى هي كتقولي بحال راه فيها الحوت. صافي هنا بعد ما وجدت، بعد ما طابت ليا هاد الشعريه ونشفات، خاصكم تكون نشفت من المرق.
صافي هنا واجده، هنا الدجاج واجد، عندي الفرماج حمر هنا. ما غاديش ندير طبقه بطبقه، هنايا غادي نخلط المكونات كامله. هنا الدجاج بعد ما تقطر مزيان من هذيك الزويته، كاع داك الزيت اللي ولا اللي دام اللي طيبناه فيه ما خليناش، حيدناه باش ما تجيش كتقهم. وهذيك الزويته هي بها، ها هي بها باش ناخذوا منها شويه وغادي نديروه مع الزيت. فاش غادي نكونوا كنديروا المونتاج البسطيله. هنا غادي نضيف الفرماج الحمر حتى هوايه، غادي نخلطوا مع هاد الحشوه. هنا الشعريه الصينيه مع الدجاج مع هنا واحد الحاجه يمكن المهم ما صورتهاش، هو الزيتون الخضر. غادي تاخذوا الزيتون الاخضر وغادي تقطعوه طريفات صغار، وغادي حتى هوايه اولا كاع المهم غتهرمشوه، تقطعوه تزيدوا تقطعوه وغادي تضيفوه للشعريه الصينيه قبل ما تطفيو عليها. صافي هنايا غادي نخلط مزيان المكونات كامله حتى غتخلط ليا الحشوه ديال الدجاج مع الشعريه الصينيه مع الفرماج. وكنعاود ناكد عفوا على الزيتون الخضر، انايا واحد الكميه غتضيفوها. انايا هنايا ما تصوراتش ليا، المهم شديتو وقطعتو قطع صغيره، قطعتو طريفات صغار. صافي هنا بعد ما غادي نكمل نخلط كل شيء. هنا غادي ناخذ واحد الصينيه اللي كنحتاجوها للبسطيله. هنا عندي بسطيله كبيره، يعني عندي هنايا واحد تقريبا 45 سنتيم. نتوما تقدروا ديروا 40 حتى ل 42. المهم انا هذه ديال العراضه درت فيها 45 سنتيم. غادي نحاول ندهنها بالزيت، وهذاك الزيت راه درت فيه نكهته بهذيك الزويته اللي دام اللي تقطر ليا من الدجاج، وزدت فيه حتى الهريسه باش الورقه ما كتجيش مسوسه، كتجي لذيذه. هنا ما حاولوا ما ديروش الزبده نهائيا، ديروا غير الزيت، كتجي مقرمشه وكتبقى مقرمشه حتى لمده طويله. صافي هنا غادي ناخذوا الجهه الحرشه هي اللي غنديروها من الفوق، والجهه اللي كتبري هي اللي من التحت، حيت غادي حيت هنا غادي مازال غادي نلفوها من الفوق. هنا في هاد الاولى غادي ديروا الجهه الملسه هي اللي من التحت. صافي هنا وغادي نستفوا بحال هكا كل ورقه كناخذ شويه من هذيك الزيت اللي منكها كنلبسها مزيان لهذيك الورقه. من بعد راه هذاك الليدام كله كينزل لتحت، راه ما كيبقاش في الورقه، ولكن الورقه راه كتجي بنينه ولذيذه وكتجي منكهه بهذيك الهريسه ومع هذيك الصوص والزيت. هنا كنعاود ناكد على الزبده، ما ديروش الزبده، من الاحسن ما ديروش الزبده. صافي هنا كنحاول نغلب شويه في الطاوه على برا. هنايا درت 4 ديال الورقات، وغادي ندير دابا ورقه في الوسط. من الاحسن الورقه ديال البسطيله تكون الورقه ديال البخار، هي كتكون احسن. هنا نحاول نسرح مزيان، ما نخليش هذوك التنيات، نحاول نبسط الورقه مزيان وندهنها حتى هي من الفوق. من التحت راه اصلا مدهونه الورقه. صافي وكناخذ هذيك الحشوه اللي خلطتها كلها وكنحاول نستفها فوق الورقه، ونحاول نخدم على الجوانب مزيان نعمرهم. راه كيجيو هاد المقادير اللي عطيتكم، راه كتعطي واحد البسطيله اللي كتجي عامره مملوءه وكتجي زوينه، راه كتجي معلكه من الداخل وبنينه، ما تشبعوش منها. جربوها، واللي جربها وعجباتو يرجع عندي الكومونتير ويجاوبني. كيف ما قلت لكم راه كتحلفوا عليها راه فيها الدجاج. الا ما عرفتوش راه فيها، الا ما قلتش لكم اولا ما قلتوش ليهم راه فيها الدجاج، راه ما كيعرفوهاش راه فيها الدجاج. صافي هنا بعد ما عمرتها مزيان، شوفوا معايا هنا الطريقه. هنا غادي نبدا كنلصق ببياض ديال البيض. هنا خصوصا البنات المبتدئات حاولوا ديروا هذه المرحله باش ما تكسرش وما تحلش ليكم. هنا كنجمع وفي نفس الوقت كنلصق بالبيض، كنجمع على هذا الشكل. هذا الطريقه راه سهله كيف ما كتشوفوا، غير بشويه وبالخاطر غادي تجمعوها. كنجمع وكنلصق بالبيض. ضروري ما تلصقوا بالبيض باش كتجي مجموعه وحتى حاجه ما كتحلش وما كتكسرش. من بعد غادي ناخذ ورقه وحده، وحتى هي غادي كيف ما شفتوا بحال كنكولي كنلصق. غادي ندهنها حتى هي بهذيك الزويته المنسمه، وغادي نديرها وغادي نغطي بها البسطيله من الفوق. ديما نسرح الورقه مزيان، ما نخليش فيها التنيات. الا كانت بانت ليا شي وحده مطويه نحاول نحلها. صافي كندهن بياض ديال البيض باش نعاود عاوتاني ندير الوريقات من الفوق
وباش في نفس الوقت كيلصقوا ليا وكيتكولاو. حتى هما كندهنهم بهذيك الزويته اللي فيها اللي منسمه بالهريسه وبهذيك الصوص اللي تقطرات اولا الزويته اولا ليدام اللي تقطر من الدجاج. وكان هاد وكان المهم كنخليو على برا، ما كنكتروش على برا حيت غادي نلفوها اولا غادي نلمطوها. كنبقى غادا بحال هكا كنلصق ببياض ديال البيض وكندهن الورقه بهذيك الزويته. وكان هنا في هاد المرحله الاخرى الجهه اللي كتبري اولا الجهه الرطبه هي اللي تكون من الفوق، حيت هي الوجه ديالها من التحت درناها هي اللي من التحت، ديما الحرشه كتكون من الداخل. صافي هنا كيف غنكمل بنفس الطريقه. هنا درت 4 ديال الورقات. الا كان المول فيه 40 اولا مازال صغير ديروا غير 3. انا حيت عندي هنا كيف ما قلت لكم المول كبير ديال 45 درت 4 الورقات. وما كتجيش عامره بالورقه، كتجي زوينه. صافي كنضيف وحده على وحده. نحاول ما بين وحده وحده نخلي فين غادي نلمط باش مني كنلفها اولا كنلمطها ما كتجيش ورقه بعيده على ورقه. كندير وحده والاخرى كنديرها تقريبا فوق الاخرى تقريبا واحد مهم كنحاول نغطي بها. المهم 4 حاولوا توزعوهم اولا 3 حاولوا توزعوهم. هنا كيف ما شفتوا بقى لي هاد القنيت غادي ندير ورقه وحده اخرى حيت الطاوه عندي كبيره. ساهل هاد البسطيله الا تبعتوا المراحل معايا من الاول حتى الاخر. انا حاولت نقول لكم كاع الاسرار وكاع ونبسط لكم غير بشويه بشويه واخا هضرت بزاف. المهم غير باش تفهموا وباش يكون كل شيء واضح. صافي هنا غادي نبدا كنلمط فيها. هنا كيف ما شفتوا راه ما كثرتش الورقه على برا باش كنتحكم فيها وكن من الداخل كنسرحها ما كتبقاش مكمشه. هنا بالنسبه للمبتدئات الا جاتكم هذه المرحله صعيبه غادي تشدوا الورقه، غتشدوا هذه وغتقلبوها حتى غتقادوها على خاطرها عاد غادي ترجعوها. هنا بعد ما قاديتها مزيان هنا الفران خاصو يكون في الاول سخون مزيان من الفوق ومن التحت يكون سخون. هنا كنزيد نقادها من الجوانب باش تعطيني شكل دائري. كيف ما قلت لكم الفران خاصو يكون سخون مزيان مزيان سخون، ما ندخلوش الفران وهي بارده حتى كطيب. عفوا هنايا واحد الحاجه مهمه هو انكم خصكم تقبوها بكوردون باش ما تنفخش وما تطرطقش. ضروري ما تقبوها بكوردون. كيف ما قلت لكم الفران خاصو يكون سخون قبل ما تدخلوها خاصو يكون سخون مزيان مزيان. عاد كتدخلوها للفران كتنقصوا عليها تخليوها طيب على درجه حراره 160 درجه حتى كطيب من التحت. عاد كتشعلوا عليها من الفوق. بالنسبه للغاز بالنسبه ديال الضوء كتشعلوا عليها من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. ملي كتدخلوها للفران كتنقصوا عليها البوطه. هنا غادي نحاول نزينها بهاد الوريقات غادي ندهنهم بالزويته وغادي نحاول ندير شكل هنا بحال وريضه. المهم تزيين على حسب الذوق. كيف ما قلت لكم الفران خاصو يكون في الاول سخون ومن بعد ما تدخلوها تنقصوا عليها العافيه تهبطوها حتى 160 درجه. فران ديال الضوء طيب من الفوق ومن التحت وديال الغاز تطيب من التحت عاد تشعلوا عليها من الفوق. وغادي نتلاقاو باش نزينوها. هنا بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. هنا زينتها الجوانب بهذاك الخص اولا شلاضه وصوبت هنا لي سيجار عمرهم بالجبن ولا عمرهم بهذيك الحشوه اللي بقات ليكم. هنا زينت بالشرائح ديال الحامض ودرت الهريسه في وسط الحامض من الوسط. ومن بعد غادي نزين بالفرماج حمر. لكم الاختيار زينوا باش ما بغيتوا. المهم التزيين على حسب الذوق. وكتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. انا هذه حيت كوموند ما نقدرش نقطعها ولكن الناس اللي داوها يقدروا يخلوا لي في لي كومونتير كي جاتهم. راه كتجي بنينه ما تشبعوش منها وكتجي مقرمشه وما كتجيش فيها كاع هذيك الدجاج ما كتحسيش بها كاع راه فيها ولو قطعه ديال الدجاج. وكتجي غير بنكهه ديال الحوت وهي ما فيها حتى فرتيته ديال الحوت. صافي هنا غادي نكون ساليت معكم لا فيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي جيم ومن لي كومونتير. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش تبقاو توصلوا بالجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وبسلام عليكم.